التوقعات الغير منطقية والغير محسوبة واحدة من الأسباب اللي بتضغطك وبتغيظك وبتحس بسببها بالخذلان الشديد وضغط عصبي رهيب. انك دايما تبقى حاطط للتاسك انه ياخد 3-4 ساعات وهو عايز له 4-5 ايام يمكن اسبوع. انك مستني ان اللي قدامك يفهمك ويلبي لك طلباتك من مجرد بس ما يفهم او يحس انت عايز ايه، من غير ما انت تطلب ومن غير ما توضح، وطول الوقت مستني ده. انك مستني من اللي قدامك التغيير في طبع انت طلبت فيه التغيير كتير جدا وهو برضو ما تغيرش، وانت كل مرة بتنتظر التغيير وبتحبط وبتتغاظ جدا ان التغيير ما حصلش. توقعاتنا الغير محسوبة بتضغطنا وبتعصبنا وبتشدنا جدا، ومفيش ولا مرة بنحاول نراجع حتى التوقع ده ونتعلم من اللي حصل. التاسك بياخد اسبوع، حط من الاول اسبوع، حط اسبوعين لنفسك علشان تشوف حقيقة ان هو خلص. اللي قدامك ما بيفهمش اللي انت عايزه من غير ما انت قول ومرة واتنين وتلاتة لحد ما اللي قدامك يفهم أهمية الطلب بتاعك. ان اللي قدامك ما تغيرش من لما شافك اتضايقت، ما تبقاش متوقع ان هو هيتغير بعد 10-20 سنة. كان في دايما مثال بضربه، لو انتي كل يوم بقالك 20 سنة متجوزة وجوزك بيكسر الساعة 8 الصبح وهو بيشرب كوباية الشاي، الكوباية اللي بيشرب فيها، وانتي لسه بتتغاظي وبتتضايقي ان هو بيكسر الكوباية الصبح، فده توقع غير منطقي منك اصلا، لانه هو كسرها وما غيرش النمط ده. فانتي قاعدة مستنية ان هو يبطل بعد 20 سنة. ما فكرتيش في ال20 سنة دول ان انتي تغيري الفكرة دي وانك تبتدي تكسري النمط من عندك انتي؟ يا جماعة احنا نقطة البداية ان احنا نراجع ونتعلم من الحاجات اللي بتحصل، وما نحطش نفس الفرضيات ولا نفس التوقعات بغرض مصلحتنا ومشاعرنا. انا اللي بريح نفسي باني بحط توقع منطقي بناء على اللي شفته. انت نقطة البداية، اكسر النمط.